السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بنوع من انواع البسكوتات الحلوة السهلة السريعة اللي مش تاخد معاكي لا وقت ولا مجهود، وكمان الأحلى والأحلى انها من غير بيض ولا زبدة ولا حليب، يعني اقتصادي كمان على الآخر جدا. فيلا بينا ندخل على الفيديو عشان نعرف الطريقة والمقادير. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة أطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. نبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا كده نص كوباية من السمنة، وهحط عليها كمان نص كوباية من السكر البودرة، وهنبدأ نخلط كويس جدا جدا السمنة مع السكر لحد ما يبقى الخليط معايا يعني أبيض كده وكريمي، تمام، أو يبقى فومي كده زي بتاع الكريم شانتيه بالظبط. ده خدي وقتك قوي في الخطوة دي، هتستخدمي مضرب يدوي من غير مضرب كهرباء ولا حاجة. بعد كده هننزل بربع كوباية من الزيت، وابدأي برضو خلطي كويس قوي ربع كوباية الزيت دي مع السمنة والسكر لحد ما يدوب معايا كويس قوي قوي، ويبقى الخليط بقى كريمي قوي قوي زي ما انت شايفة بالطريقة دي. يعني يبقى ايه، سايل شوية. الاول كان الخليط قافش عشان السمنة، بعد كده ابتدى ينعم معايا لما حطيت الزيت. حطيت كمان نقطتين من الفانيليا ونص معلقة صغيرة من القرفة، والقرفة هنا اختياري، لو مش حابة تحطيها خلاص ما تحطهاش، وممكن تعوضيها بينسون او اي منكه تاني للبسكوت انت حباه. بعد كده هنبدأ نخلط بقى كل ده مع بعضه كده كويس قوي. نبدأ بعد كده بقى في اضافة المكونات الجافة اللي هي رشة من الملح، ومعايا كمان كوبايتين من الدقيق، لكن ما حطيتهمش كلهم مره واحده، انا حطيتهم بالتدريج. حطيت كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، وبدأت كده بقى اعجن الاول بالمعلقه عشان اشوف بس كمية الدقيق يعني اللي انا هحتاجها دي هي دي اللي انا حطيتها ولا لأ. لكن طبعا العجينة كانت طرية معايا جدا، فرحت جاية حاطة بقية الدقيق. بس زي ما بقول لكم بتحطي الدقيق بالتدريج، ما تحطوهوش كله مرة واحدة، لان في كتير بيجيلي شكوى ان العجينة بتفرول معاكي عشان انتي حطيتي كمية دقيق كتير قوي نزلتيها مرة واحدة، فهي خلاص شربت كمية السوائل اللي موجودة في البسكوت، فخلاص مش قادرة بقى، فبتبدأ تفرول معاكي البسكوت بتاعك وتخليه العجينه بتاعتك مش حلوه خالص. فانا بعمل ايه بقى؟ نزلت حوالي كوبايه ونص في الاول وسبت نص كوبايه، بدات احطها بقى زي ما انتم شايفين كده بالتدريج واحده واحده. الاقي العجينه لسه طريه اروح جايه حاطه تاني، عجينه لسه طريه احطها تاني لحد ما خلصت الكوبايتين بالطريقه دي. العجينه كده اهو زي ما انتم شايفين، لا بتلزق في ايدي ولا في البوله، يبقى كده تمام قوي. هنبدأ بعد كده نشتغل بيها على طول. نحطها كده على الرخامة ونحط فوقيها كيس تلاجة كده انا فاتحاه. وطبعا لازم هنا في الفرد ان انتي تستخدمي اكياس تلاجة او اي كيس بلاستيك او اي ورق زبدة او اي حاجة، مهم يكون فيه عازل معايا علشان خاطر ما تلزقش معايا. وابدا افردها بالنشابه، وراعي كده وانتي بتفردي بالنشابه ان ما يكونش السمك رفيع، لان البسكوت ده من انواع البسكوت الحساسه قوي، بيبقى كلها نسبه من الدهون، فما تبقاش ينفع ان احنا نعملها رفيعه قوي، فحاولي تخليها سميكه شويه. بعد كده هروح جايبه حاطه بقى شويه من السمسم المحمص كده فوق وش العجين بتاعه البسكوت زي ما انتم شايفين كده. بعد ما حطيت السمسم، طب انا عايزه الزق السمسم ده في قلب العجينه، هعمل ايه؟ اروح جايه مرجعه الكيس تاني، واروح جايه كده بالنشابه ضغطه بسيطه جدا على البسكوت كده عشان بس السمسم يلزق فيه. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده، سهله جدا ومفيهاش اي حاجه. نيجي بقى بعد كده طبعا خلاص السمسم اهو ما شاء الله لزق وتمام. هنيجي بعد كده مرحلة التقطيع بقى. عايزة بقى تقطعي بقطعة مدورة، قطعة مثلثة، مربعة، اي نوع من انواع القطاعات اللي عندك استخدميها، ان شاء الله حتى كوباية عادي جدا. ده بقى كده قطعي كده البسكوت بتاعك بالطريقة اللي انت شايفاها دي. وهنخلص طبعا الكمية كلها بالطريقة دي، هي اصلا هتطلع معاكي ما شاء الله كمية حلوة جدا من البسكوت. بعد ما خلصنا خلاص هنبدأ نشيل الزيادات الخارجية دي دلوقتي كده عشان نعرف نطلع بس البسكوت ونرصه في الصاج. وهبدأ بقى دلوقتي على طول مباشرة اطلع البسكوت بتاعي، وراعي ان انت بتطلعيه بالراحة جدا، لان زي ما قلت لك العجينة دي من العجين الحساسة جدا بتاعة البسكوت. حطيها بقى في صاج يكون مش مدهون اي مادة دهنية. ليه بقى؟ لان اصلا المادة الدهنية الموجودة في البسكوت بتاعي كافية ان هي تخليه ما يلزقش معايا خالص في الفرن، فما تخافيش يعني. هنبدأ بقى نرصه كده بالطريقة دي، وكل الكمية هنعملها بالطريقة دي ونرصه في السيجان. وأول ما نخلصه كده هندخله على طول مباشرة الفرن على درجة حرارة 180.
هنشغل من تحت الاول، وبعد كده هنشغله الشواية في الاخر خالص، ياخد يعني دقيقة كده على الشواية. ده شكله كده لما طلع من الفرن قد ايه شكله حلو جدا جدا، مقرمش لذيذ وناعم ودايب دوبان في نفس الوقت. بجد يا جماعة فعلا يستحق ان انتوا تجربوه، ولما تجربوه بقى تقولي لي ايه رأيكم في التعليقات. بس كده يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو النهارده هتنسوني في لايك وشير واشتراك للقناة، وهتنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي.